الأمهات، والله يسعد أوقاتكم بكل خير يا رب. اليوم رح شارك معكم وصفة شامية قديمة تقريبا بلشت تنقرض، لأنه مو كل الجيل الجديد بيعرفها، وحتى القديم تقريبا بطل يطبخها أو يعني نوعا ما نسيها. اليوم رح أذكركم بأكلة كتير كتير لذيذة وطيبة، وما بعرف ليش العالم كلها بتساويها بصراحة. هلأ اسمها غريب شوي، بس مكوناتها مو غريبة، وبالعكس كتير صحية ومفيدة. اليوم رح أعمل معكم أبو بسطي، وكلي يا حلوة وانبسطي. اليوم أكلتنا اسمها أبو بسطي، هيك اسمها، ما بعرف ليش، لا تسألوني. المهم أنا هلأ عم بقلي بصل هيك مقطعته شقف كبيرة، وحطيت فيه بهارات صحيحة اللي هي عبارة عن هيل وقرفة وورق غار، وحطيت فوق اللحمة الضاني. أنا عندي هون لحمة ضاني من الفخذ شقف، ومع العظام تبعها، لأنه بتدسم الأكل وبتضيف عليه مع الفائدة نكهة كتير مميزة. المهم أنا رح قليهم كتير منيح، وبعدين حط عليهم المي السخنة. انتبهوا، نحن هون عم نقلي اللحمة، يعني رح ترتفع حرارتها، فما لازم نحط مي باردة، لازم نضيف عليهم مي مغلية. تمام؟ هلأ فعليا هاي الأكلة بس بدها لحمة شقف، ما بدها عظام، بس أنا حبيت ضيف العظام لأنه بتنكه زيادة وبتعطي فائدة أكتر للأكل. المهم هلأ بنقليهم كتير كتير منيح لحتى يتغير لون اللحمة عنا، وبس أخدت لون وتقلت منيح بنحط عليها المي المغلية. وهلأ رح ضيف لها هيك رشة فلفل أسود. أنا حاطة المطيبات الصحيحة، بس رشة الفلفل الأسود لا غنى عنها يعني. وهيك هلأ صارت عندي جاهزة، ضفت لها المي المغلية، وهيك غمرتها بالمي، وبس تطلع الزفرة على الوجه بنقشها، بنشيلها يعني، وبنغطي عليها لتستوي. وهلأ اجا دور اليقطين، لازم نليفه ونغسله كتير كتير منيح، نعمل له حمام مرتب قبل ما نبلش تقطيع فيه. تعرفوا لأنه هو كان بالأرض ومن إيد لإيد لوصل لعنا على البيت، يعني الله العليم شو في جراثيم وبكتيريا عليه، فما مصير نحط السكين من برا ونخلي الجراثيم تفوت لجوا. وأكيد يعني ما لا معلومة جديدة عليكم، الكل بيعرف هاي المعلومة. المهم أنا هون غسلتها كتير منيح، وهلأ بدي أقطعها. هلأ تقطيع اليقطين شوي صعب، يعني بنقطعه شوي شوي على مهل، انتبهوا على ايديكم انتوا عم تقطعوا. وهاي اللحمة طلعت عندي الزفرة على الوجه، هي اللحمة ما شاء الله عندي نظيفة، ولأنه أكلت وجه تقلاية فما بيطلع لها كتير زفرة، فرح قش الزفرة اللي طلعت عندي على الوجه، وبعدين خليها لتستوي. هلأ تنويه صغير، وأغلبكم صار بيعرف إني أنا ماشية على نظام الطيبات، وبعدني ماشية عليه، ما كسرت النظام، والحمد لله كتير كتير مستفيدة عليه. في عندي بعض المشاكل اختفت، وفي مشاكل يعني تدريجيا عم تخف، حاسة بهذا الشيء. هلا بفضل من رب العالمين أنا ما عندي أمراض مزمنة ولا عندي دواء مزمن، وأصلا الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه ما قال روحوا اقطعوا الدواء فورا ومشوا على نظامي، لا. اللي حضر الدكتور ضياء مباشرة من لقاءاته، من لايفاته، من الكلام اللي هو طلع منه حرفيا بدون ما ينقص ويتطبق عليه شيء تاني أو ياخدوا مقتطفات من كلامه، بيفهم تماما إنه الدكتور ضياء العوضي ما كان يقطع الدواء للمريض مباشرة إلا بعد مرحلة من النظام لحتى يكون جاهز إنه ينقطع الدواء تدريجيا. المهم أنا شفت تحسن كبير عليه، رغم أني ما صار لي 10 أيام على النظام، وبعدني مستمرة بإذن الله. واللي بحب بشارككم تجربتي، أنا ما عندي أي مشكلة، بحكي أي شيء، بحكي شو اللي صار معي وشو اللي تغير وكيف مشيت على النظام وكل شيء إذا حبيته. هلأ بالنسبة لهي الأكلة للي متبعين النظام بيقدروا يشيلوا اليقطين بعد ما ينشوى بالفرن مع اللحمة المسلوقة، ويعملوا جنبها رز أبيض عادي. أنا جربتها هاي الأكلة بصراحة، قلت بدي أجرب حالي، يعني بعد 10 أيام إذا أكلتها رح أتضايق. بصراحة أنا ما تضايقت من أي شي فيها، بس تاني يوم لما رجعت أكلت منها حسيت إنه مالي على بعضي، يعني مو بأحسن حالاتي، حسيت في شوي هيك تعب منها. بس أول يوم أبدا ما ضايقتني، ويمكن لأني كررتها باليوم التاني فشوي تضايقت منها. وممكن حدا تاني يجربها وما يتحملها،
جسمه ما يتقبلها. فمن جسم لجسم، من إنسان لإنسان بيختلف هذا الموضوع. المهم أنا هون قطعت اليقطين وحطيته بالصينية تبع الفرن، حطيت له زيت زيتون ودخلته على الفرن على أعلى حرارة. بدي إياه ياخد هيك لون بسيط ونص استواء، يعني مو استواء كامل، لأنه بده يكمل استواءه مع الطبخة. هلأ هون بطنجرة حطيت معلقة سمنة ومعلقتين كبار من دبس البندورة ورح قليهم شوي. أنا بحب قلي دبس البندورة، بيعطي نكهة أطيب وطعم أقوى يعني، وحتى بطل يعمل حموضة بالمعدة. ما بعرف، جربوها هاي الطريقة، بتكون كتير كتير أظرف من إنه تحطوا البندورة هيك فورا بقلب الأكلة. وهلأ بعد ما قليتها شوي نزلت عليها هون بندورة فريش أنا مقشرتها ومقطعتها، وبنخليهم شوي على النار لحتى يتعقدوا مع بعضهم. وضفت عليها معلقة سكر. وهيك بعد ما غلت البندورة عندي لحالها شوي، ضفت عليها اللحمة اللي صارت مسلوقة وجاهزة مع البصلة، وشوي من مرقة اللحمة كمان تعطيها نكهة كتير طيبة، ورح خليهم مع بعض يتسبكوا ويتعقدوا. وهيك بعد ما تسبكوا مع بعضهم وغلت البندورة منيح وتعقدت، رح نزل عليهم حمص مسلوق ومعلب، غسلته كتير منيح، رح نزله عليهم وخليهم كمان يغلوا مع بعضهم، كمان يتسبكوا وياخدوا من نكهات بعض. وهي تقريبا بعد 10 دقايق كمان، شوفولي ما شاء الله تبارك الرحمن، هي غليت البندورة وتسبكت كتير منيح. هلا الإضافة المميزة جدا اللي هي دبس الرمان، تعطيها حموضة وحلوة بنفس الوقت، كتير بتعطيها نكهة طيبة، لا تستغنوا عنه أبدا. وهلأ صار فينا ننزل اليقطين، شايفين هو أخد لون بسيط واستوى تقريبا نص استواء. انتبهوا لهي النقطة، ما يستوي استواء كامل لأنه هو بده يغلي مع الأكلة فبينهرى اليقطين، ما له روح دغري بينهرى وبيدوب. ورح نزل عليه اليقطين مشان ياخد من النكهات الطيبة اللي عنا، ويقلبوا هيك مع بعضهم شوي تقريبا 10 دقايق، ومنضيف عليهم الإضافة الأخيرة والنكهة المميزة اللي اوعكم تستغنوا عنها لأنه أساسية، يعني النكهة الأساسية. هاي الأكلة في ناس بتعمل جنبها رز بشعرية، بس الأساسي جنبها برغل بشعرية. فهون أنا حطيت معلقة زيت زيتون، حطيت عليها الشعرية، قليتها لحتى أخدت لون، وبعدين نزلت عليها البرغل اللي غاسلته بدون نقع، بس غاسلته ونزلته عليها لحتى أقليه شوي معه، وبعدين بنضيف عليه المي المغلية. قبل المي أنا هون ضفت أول شي الملح ورشة فلفل أبيض، انتو بتزبطوا الملح على ذوقكم حسب الرغبة، فيكن تذوقوا على حسب الكمية اللي انتو عاملينها. أنا هون عاملة نص كاسة برغل، لأنه البرغل بيطلع أكتر من الرز وبيشبع أكتر، يعني ما فيكن تاكلوا منه كتير، فعاملة نص كاسة برغل بس، وانتو على حسب الكمية اللي انتو بدكم تعملوها. وهي ضفت عليهم المي المغلية وبنخليه لحتى يتهدى. وهلأ شوفولي على هالمنظر، ما شاء الله تبارك الرحمن. رح ضيف عليه معلقة توم مهروس، أنا التوم عندي مفرزته لهيك رح تشوفوه جامد شوي، بس هلأ بفك بالأكل ما في أي مشكلة، بتطلعوه فورا من الفريزر على الطبخة مباشرة. على فكرة هالأكلة مثل أكلة تانية شامية عنا معروفة اسمها طباخ روحه، بس هديك بالباذنجان، وبتنحط كل المكونات مع بعضها نية، بعملكن إياها إن شاء الله شي نهار. وهي باليقطين وفيها حمص. والمكون الثاني والأخير كمان لا تستغنوا عنه أبدا، هو النعنع اليابس. النعنع والثوم رح يعطوه نكهة كتير خرافية وطيبة، اوعى تستغنوا عن هاي الخطوة. وهي البرغل صار عنا جاهز، يا سلام. هلأ اللمسة الأخيرة اللي هي السمنة الحيواني آخر شي بعد ما يخلص البرغل، بيعطيه نكهة كتير طيبة. وانتبهوا، كانت ستي تقول الله يرحمها، البرغل إذا تهدى للملوك تودى، والرز إذا تهدى للدجاج تودى. يعني البرغل ما لازم يكون عم يقرط، لازم يكون متهدي ومستوي وعين الله عليه. أما الرز إذا انخبص ما بيتاكل.
وهي أكلتنا صارت جاهزة. يا عيني يا عيني على الروايح، الله شو بدي أوصف لكم لأوصف لكم. وهي أطيب أكلة أبو بسطي، وكلي يا حلوة وانبسطي. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة لليوم، وإذا عجبتكم لا تنسوني من دعمكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، وشير للفيديو. كانت معكم نور، سلام.